بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة في قناتكم كوكتيل صعيدي. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لإعمار الكون، فالإنسان كان بيحاول يروض كل الحيوانات لخدمته في الحياة، لكن الحيوانات المفترسة كان من الصعب ترويضها، لأن ربنا خلقها بصفات خاصة بيها، بس لكل قاعدة استثناءات. ففي بعض الناس ربنا اداهم قدرات خاصة لترويض حيوانات مفترسة، زي أسامة الدغيري المواطن السعودي اللي احنا اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. عنده مجموعة من الحيوانات صعب انها تتجمع في مكان واحد. هنتكلم النهاردة عن حيوان صعب انه اي انسان يستأنسه او يروضه بسهولة، الا وهو التمساح. والتمساح من اضخم الزواحف الحية، ويمكن ان يعيش شهور من غير طعام. ويعيش التمساح في الماء وفي اليابسة، ولا يتنفس تحت الماء. عشان كده احنا بنشوفه دايما على اليابسة كتير، منها بيتنفس ويتشمس ويشوف اخبار الفريسة اللي هياكلها ايه. وبتتعرض التماسيح لعمليات صيد على نطاق واسع، بهدف الحصول على جلودها اللي بيتعمل منها الشنط والأحذية. علشان كده في بلدان كتير عملت قوانين لمنع صيد التماسيح. لكن تمساح النهاردة مختلف شوية. هنتكلم النهاردة عن مواطن من كوستاريكا في قارة أمريكا الجنوبية، لقي تمساح على ضفاف النهر وهو بصارع الموت. طبعا أي بني آدم عاقل هيقول يا فكيك علشان ما يتجرمش زي الشيبس والبطاطس، لكن عمنا تشيتو كان ليه رأي تاني. خد التمساح واعتنى بيه في البيت لمدة 6 شهور، لحد ما التمساح تعافى تماما، وبعد كده أطلقه في المياه وودعه. لكن المفاجأة إنه التمساح رجع له تاني. إزاي؟ يمكن يكون التمساح أوفى من ناس كتير في الأيام دي. المهم إنه عمنا تشيتو وضع التمساح في النهر بالقرب من المدينة، واستمر التمساح مع العم تشيتو لحوالي 20 سنة، هو بيأكله وبيلعب معاه. وتم تصوير فيلم وثائقي عن الرجل الذي يسبح مع التمساح. لكن التمساح مات في عام 2011 لأسباب طبيعية، وتشيتو أقام له جنازة، أول جنازة تعمل لحيوان. وهناك بعض العلاقات الغريبة التي تحدث بين الإنسان والحيوانات المفترسة محدش لها تفسير. لكن اللي حدث مع تشيتو والتمساح، الجرح اللي في دماغ التمساح غير سلوك التمساح تماما، وخلاه عنده عواطف بشرية. كل العلاقات بين الحيوانات المفترسة والإنسان، بيكون الحيوان المفترس في الأغلب لسه حيوان صغير والإنسان هو اللي بيربيه، وده بيخلق حالة بين الإنسان وبين الحيوان. لكن ده ما يمنعش إنه ده في النهاية حيوان مفترس، يعني ممكن يغدر بيك في أي لحظة، وده حصل في حالات كتير. لكن قصة تشيتو المواطن الكوستاريكي مختلفة تماما، وما حصلتش ولا هتحصل تاني، لأنه التمساح كان تمساح بالغ وطوله حوالي 5 متر. وتشيتو كان فلاح بسيط، يعني لا متدرب ولا محترف، بس ممكن يكون محظوظ، لأن العلاقة بينه وبين التمساح كانت حالة منفردة لن تتكرر مرة أخرى. لكن إحنا كناس عاديين طبعا ده ما حدش يفكر فيه،
مهما يكون قلبه جامد أو عنده الشجاعة لمواجهة أي حيوان مفترس. فنتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة في قناتكم كوكتيل صعيدي.